السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا على صفحات الفيسبوك، صفحة الحياة ورواد المتميزين. معنا ومعكم ضيف مميز ومنارة لكل كاتب. نقدر اللي احنا نساهم ويساهم معانا بكل الأيدي العاملة. خلية النحل اللي احنا شايفينها النهاردة في دار الكتاب، دار ديوان العرب. دار ديوان العرب للنشر. معنا أستاذ محمد وجيه مدير الدار. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. احنا نتشرف بحضرتك والمجموعه الهائله، اللهم لا حسد طبعا. شايفين مجموعه متنوعه، عايزين نحكي للمشاهدين عليها ونعرف المشاهد والمتابع لصفحه الفيسبوك ايه هي دار النشر وايه اللي بتقدمه. دار ديوان العرب انشأت في 2018. دار نشر مصرية من محافظة بورسعيد خصيصا. أول ما دخلنا المجال كان هدفنا إن احنا من الموضوع بالنسبة لنا مش تجارة خالص، ولغاية دلوقتي الحمد لله ماشيين بنفس الموضوع. الاسعار اللي احنا شفناها فعلا كده، الاسعار اللي احنا شفناها مش تجاره، ما ينفعش اسعار تجاره اصلا. الطباعة بسعر التكلفة. تمام. أكتر من 2500 عمل مجاني اتعمل في الدار. المناصفة مناصفة حقيقية، مثل ما بنسمع في جميع دور النشر. سعر البيع نفسه يعني تقريبا شبه سعر الطباعه. لا، الموضوع بالنسبه لنا مش ربحي خالص، عشان كده احنا بندعم الطفل وبندعم المراه وبندعم الراجل، بندعم كل المراحل والاقلام. حضرتك طابع العدد بتاع 2024 ده يناسب كل الاعمار، اطفال وشباب، بنات واولاد. عندنا قصص قصيره لليافعين، وعندنا قصص اطفال، وعندنا جميع المجالات الطبيه والقانون. ولسه في توسعات كتير طبعا في الدار هتحصل. بالنسبه برضه لنصائحك برضه، لان احنا من 2018 شغالين، فايه اللي بتنصح الشباب بيه يقروه علشان العزف اللي تم بالنسبه للقراءه ده؟ هو القراءة ثم القراءة ثم القراءة، عشان تعرف تكتب وعشان تعرف تغير فكرك وعشان نعرف نرتقي بالمجتمع نفسه. القراءة يعني مش مجرد ان انا باخد رحلة لمكان بياخدني فيه كتاب او رواية، لا، هو ارتقاء للعقل نفسه. فكل ما ارتقينا عقليا المجتمع من حوالينا يرتقي. الموضه اللي جايه نازله جديد بقى اللي هو القراءه المسموعه، اللي هو يعني بريح دماغي بسمع الكتاب وخلاص. يعني ده انت رايك فيه؟ والله هي القراءة المسموعة او القراءة الالكترونية. احنا يعني كجيل المفروض حتى احنا نعود اولادنا على كده. يعني ريحه الورق نفسها في الكتاب الورقي دي لها روح مختلفه يعني. لها احساس عندنا احنا بنحبه. يعني انا ممكن اجيب كتاب يبقى انا كفايه ان انا شامم ريحه الورق فيه. ده طبعا المفروض يبقى في عشره بيني وبين الكتاب اللي انا طبعا بقراه. صديق واغلى صديق واعز صديق واوفى صديق. بالنسبة لدار النشر الأخرى يعني، والمنصفات اللي حضرتك اتكلمت عنها كنا برضه هنتكلم عنها. احنا هنا شايفين أسعار وشايفين فعلا بروتوكولات تعاون بيننا وبين الكتب. أنا سألت فالدنيا كويسة، مش حتى في اسعار البيع يعني. احنا عندنا مثلا في مسابقات بتتعمل للمجاني. سعر المناصفه عندنا لما تعمل مناصفه هتلاقيها مناصفه حقيقيه فعلا بسعر الطباعه. انت ممكن بنفس المناصفه دي في بعض دور النشر او معظمهم بتلاقي المناصفه ديت هي مكمله اصلا تكلفه الطبعه كامله، بس هو مجرد قال لك ان انا بعمل لك مناصفه، هي مش مناصفه ولا حاجه، انت فعليا دفع ثمن الطباعه كامله. الطباعه على نفقه الكاتب بسعر الطباعه فعليا. احنا عندنا لجنه تدقيق بتشتغل لوجه الله، ما حدش بياخد فلوس خالص. عندنا لجنه تصميم بتشتغل لوجه الله، ما حدش بياخد فلوس خالص. عندنا لجنه مراجعه بتشتغل لوجه الله. عندنا لجنه تنسيق بتشتغل لوجه الله. فاحنا في الاخر خالص بنعمل كل الاعمال لوجه الله. هو مش تجاري. لا، مش تجاري خالص. لا، وفي الاخر بناخد حق الفلوس بالظبط اللي هتاخدها المطبعه. احنا بنشكر حضرتك وسعيدين جدا باللقاء ونصيحة أخيرة بتوجهها للمشاهد بالنسبة للقراءة أو بالنسبة اللي هو يعني يقدم على شراء كتب معينة. هناخدها بالقرآن طبعا، ان اول ما انزل من القرآن اقرأ، ومش اكتب خالص. فلازم نقرأ ثم نقرأ ثم نقرأ، عشان نرتقي، عشان المجتمع يتحسن، عشان افكارنا تتحسن، عشان مبادئنا تبقى صح. احنا بنشكر حضرتك وصفحة الحياة بتشكر حضرتك على اللقاء الجميل واحنا شاكرين وشكرا لحضراتكم متابعين على صفحة الحياة، ولسه مكملين معاكم معرض الكتاب 2024. شكرا.